لو انت بيجيلك رسائل كتير من الاعلانات والتسويق اللي انت بتعمله لشركتك بس المبيعات لسه ضعيفة، فانت غالبا عندك مشكلة من المشكلات اللي انا هتكلم عنها في الفيديو ده. تابع الفيديو للاخر لان هشرح كل مشكلة وازاي تقدر تحلها في شركتك. اول مشكلة هي مشكلة الاستهداف، والناس اللي بتدخل تسأل مش جاهزة تشتري او السعر غالي بالنسبة لها. عشان تحل المشكلة دي لازم تكون دارس شخصية العميل المثالي بتاعك كويس جدا، ولو انت ليك زبون او ليك عدد عملاء ابدأ ادرسهم وشوف ازاي تقدر تستهدف الناس دي واللي شبههم. تاني مشكلة هي مشكلة المبيعات. ممكن تكون شغال تسويق 10/10 وبتحقق نتائج قوية جدا وبتستهدف العميل الصح، بس فريق المبيعات او المودريشن بتاعك مش مدرب بالشكل الكافي ان هو يقنع العميل انه يشتري. الحل انك تدرب فريق المبيعات على الرد على العميل وفهم مخاوفه وكمان فهم المنتج والخدمة اللي انت بتقدمها. تالت مشكلة هي عدم تعاون بين فريق المبيعات والتسويق، وبشوف الموضوع ده بيحصل كتير جدا. ممكن تلاقي فريق التسويق رايح في حتة وفريق المبيعات رايح في حتة تانية خالص. الحل انهم يشتغلوا مع بعض من البداية، يعني من التفكير في الحملة واهدافها، ويشتغلوا على شوية ماتيريالز زي الاشياء الشائعة والارشادات والكيس ستاديز اللي بتتعمل. رابع مشكلة هي التسعير. ممكن يكون السعر اللي انت حاطه أعلى بكتير من السوق، وده بيخلي العميل يختار من المنافسين ويسيبك، أو أقل من السوق، ده بيخلي العميل يخاف يشتري منك. الحل إن أنت لازم تبقى عندك استراتيجية تسعير واضحة وقوية ومبنية على أسس علمية. خامس مشكلة هي إن مفيش متابعة من فريق المبيعات أو المودريشن. الناس بطبيعتها بتنسى، فأي حد ممكن يدخل يسألك على سعر المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها وبعدها بشوية ينسى أصلا إن هو دخل يكلمك. الحل انك تتابع معاه او تستخدم CRM يبقى فيه فولو اب اوتوميشن، بحيث ان الموضوع يبقى اوتوماتيك من غير اي تدخل منك. بالمناسبة احنا بنقدم حاجة زي كده. لو استفدت من المحتوى ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصلك معلومات وشروحات عن التسويق وزيادة المبيعات. ربنا يوفقنا جميعا.